مكملين مع بعض بقى بواقي الترمس والحمص اللي موجود في البيت. قبل كده عملنا القرص الطريه، النهارده هنعمل خبز حلو قوي. لو عندك بضايه وشويه ترمس وحمص كده، روحي ضايفه بقى معلقه سكر في كوبايه، عليهم نص كيس من الخميره وعليهم نص كوبايه من الميه الدافيه، وقلبيهم كويس. وضفنا البيضه بقى على على الترمس والحمص اللي باقيين عندنا، ومعلقه زيت كمان كده. وكل المكونات بتاعتك يا ست الكل اضربيها كده في الخلاط زي ما انتوا شايفه بالشكل ده كده. هتضيفي بقى شويه حبه البركه وشويه سمسم زي ما انتوا شايفين، وانزل عليهم بكوبايه دقيق تدريجيا كده، والف بالمعلقه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده لغايه اما الدقيق بتاعنا يختفي خالص. واجيب صينيه بقى مدهونه شويه زيت صغيره، واروح منزله الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، واروح مسوياه وزي ما انتوا شايفين، واروح حاطه بقى على الوش سمسم وحبه البركه، واسيبه يخمر حوالي عن ربع ساعه، وادخله الفرن وهيطلع معانا احلى خبز. تعالوا بينا بقى نقطعه وناكل معاه بقى شويه جبنه وخيار وكده. بقى بقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعه عشان نوصل لكم كل جديد.